قبل أن نبدأ تقريرا لما ندندن حوله كثيرا من أن العلم في القرآن والحديث، في القرآن والسنة، ومن عناية السلف بهذين المصدرين. وبهذه المناسبة لا يقال السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، بل هي صنو القرآن، هي صنو القرآن تماما، صنو القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول مهمة جدا نشرها بعض إخواننا الفضلاء في بعض المجموعات، أخونا الشيخ الطاهر نجم الدين المحسي وفقه الله، وهي نقولات طيبة جدا، فأحببت أن أبدأ بها هذا الدرس. نقل عن العلامة الصنعاني رحمه الله في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد صفحة 160، يتكلم عن المقلدة، عن مقلدة المذاهب. قال: تراهم يقرؤون كتبا مؤلفة من الفروع الفقهية كالأزهار للهادوية، والمنهاج للشافعية، والكبير للحنفية، ومختصر خليل للمالكية، ويفهمون ما فيها، بل العجب إن بعضهم ربما يسهر الليالي ذوات العدد من أجل فهم بعض العبارات المغلقة التي تحتاج إلى إعمال ذهن وفهم. ويحضرني في ذلك القصة التي ذكرها العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، أنه كان يدرس في مختصر خليل، فاستغلقت عليه عبارة راجع فيها أشياخه فلم يشفوا غليله. قال: فجمعت الشروحات، أتيت بالشروحات كلها المتاحة لخليل ووضعتها. قال: ثم أمرت الخادم أن يوقد لي النار، لم يكن عندهم مصابيح، فأوقد له النار، وجعل يبحث في هذه المسألة، مسألة واحدة فقط، جعل يبحث فيها في هذه الشروحات، ولو ببيع دينار لفلس. قال: فأخذت أراجع وأراجع هذه الشروحات وأقرأ هنا وأقرأ هنا. قال: فما فوجئت إلا بأذان الفجر، فما فوجئت إلا بأذان الفجر. قال: واتضح لي أن الشراح فقط اختلفوا في هذه العبارة. قال: ولو كنت بحثت في الكتاب والسنة لأتيتكم بالعجائب. فالشاهد ربما تجد كثيرا من العبارات المستغلقة التي تأخذ منك وقتا كثيرا في فهمها، وكثيرا من الألغاز التي تحتاج إلى إعمال ذهن ووقت كثير يمكن أن يستفاد منه في حفظ تفسير، أو حفظ أقوال للسلف في تفسير آية، أو حفظ أحاديث، أو أقوال للرواة، أو نحو ذلك. قال: ويعرفون معانيها ويعتمدون عليها ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها. فإذا قال المفتي قال فلان، خلاص الناس يستكينون، خلاص كأنه نص. قال: ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها، فليت شعري ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع
عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها والإعراض عن استخراج ما فيها، حتى جعلت معانيها كالمقصورات في الخيام. يعني لماذا لا يكون هذا الجهد مصبوبا إلى القرآن والسنة واستخراج كنوزهما؟ لماذا نجعل القرآن والسنة كالمقصورات في الخيام، المحبوسات في الخيام وعلى الرفوف وفي المكتبات؟ قد ضربت دونها السجوف، منظر فقط، تأتي وتنظر في المكتبة، ما شاء الله، هذا صحيح البخاري، هذا صحيح مسلم، هذه سنن أبي داود، هذه سنن الترمذي، هذه كتب لسه بعدين. قد ضربت دونها السجوف ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها. أحيانا بعض الأحاديث تذكر في المجالس إلا ترديد ألفاظها والحروف، وإن استنباط معانيها قد صار حجرا محجورا وحرما محرما محصورا. عليكم السلام ورحمة الله. وقال أيضا الصنعاني في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد في صفحة 68 و100، قال: التزام مذهب إمام معين في جميع أقواله بحيث لا يحل الخروج عنه بحال بدعة، وكل بدعة ضلالة. بمعنى إيش؟ جعل هذا المذهب في مصاف القرآن والسنة، كما مر معنا من قول بعضهم: كل حديث عليكم السلام عارض، أو كل آية أو حديث عارض مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول. فجعل مذهبه هو شنو؟ هو الأصل. نعوذ بالله، يجعل المذهب هو الأصل والقرآن والسنة يدعي فيهما النسخ والتأويل، يعني يجعلهما فرع، فنعوذ بالله من الهوى. قال: وكل بدعة ضلالة. فما معنى الاستدلال على البدعة؟ أما كونه بدعة فلأنكم يا أسراء التقليد وغيركم لا يمكنكم أن تدعوا أنه كان في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا من الصحابة يقلده في كل أقواله ولم يترك منها شيئا، وأسقط أقوال غيره البتة فلم يأخذ منها شيئا. هل حصل ذلك عند الصحابة؟ هل حصل عند التابعين؟ هل حصل عند تابعي التابعين؟ ما حصل ذلك إلا بعد القرون الثلاثة، يعني في القرن الرابع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: لا يمكنكم أن تدعوا أنه كان في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا من الصحابة يقلده في كل أقواله ولم يترك منها شيئا، وأسقط أقوال غيره البتة ولم يأخذ منها شيئا، ويتأول ما ورد من الآيات والأحاديث ليوافق مذهب من قلده. وهذا معلوم بالضرورة أنه لم يكن في الصحابة ولا في تابعيهم ولا تابع التابعين. وهذه هي القرون الثلاثة التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني، خير الناس قرني، هذا هو المحفوظ، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، يعني الكذب في الحديث. وما حدثت بدعة التقليد إلا في القرن الرابع الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى وقت قريب
يعني رأى بعض المشايخ حتى في الحرم هذا، لكن الحمد لله يعني عوفي الناس من ذلكم التقليد الشنيع. كانت هنالك 4 محارب، 4 محارب: محراب للمالكية، ومحراب للحنفية، ومحراب للشافعية، ومحراب للحنابلة. هؤلاء لا يصلون مع هؤلاء، وهؤلاء لا يصلون مع هؤلاء، وهؤلاء لا يصلون مع هؤلاء. والحمد لله رب العالمين قد يعني انقضت هذه الحقبة المريرة، لكن لا زال هنالك بعض البقايا التي تحتاج من الناس أن يكونوا في قمة الوعي، وأن يحرصوا على دراسة القرآن والتفسير معا، ودراسة السنة واستشراحها، والإقبال على القرآن والسنة تأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. فنسأل الله الإعانة والتوفيق، وأن يسلك بنا سبيل سلفنا الصالح.